نبقى في جدل تحكيمي بين بالزبط. حالة شد القميص، هل هي الكرة متجهة للاعبين الاثنين ولا لا؟ هناك من يراها بأن الاحتكاك أو الشد بين اللاعبين الاثنين أنت تشوف الكرة مش متجهة ليهم، يعني نشوفوا في قراءة المشهد التحكيمي بالزبط. مختلف بين شخص وشخص. أنا نمشي معاك كابتن فتحي لحسم الأمر من جانب واحد، وهو جانب تسلسل الأحداث من مباراة الجزائر والأرجنتين وصولا للكثير من الشواهد، مش مصر والأرجنتين بس، تبين أن إنفانتينو تحت الشبهات. واضح، وانطلقت انت من الصورة كابتن نادر قال لك ما هو إلا إنسان. صحيح، إنسان، انت عندك مسؤولية، مشاعرك تخليهم عندك، لأنه اللي ريناه وأنه في حالة حزن. انفانتينو في حالة حزن وغضب، وأنه ما هوش فرحان بتسجيل المنتخب المصري. صحيح مشاعرك تحب ميسي، تحب الأرجنتين، تحب، خليهم، لكن وين النقطة اللي احنا عايشين في العالم ونعرف اللي قالوا الأستاذ نادر هو المنطقي لكن مش هو المطبق. قال انفانتينو ما هو إلا رئيس الاتحاد، فما هياكل، هو عندنا رؤساء في الاتحادات وعندنا رؤساء في كل الاتحادات في العالم. الرئيس هو اللي يقرر، الرئيس هو اللي يقرر، الاخرين ديكور، هذا يلزمه يتعدى، هذا يلزمه يلغى، هذا يلزمه يتعمل، واحنا نعرف وعشنا ونعرف شنو معناها. عندما يقرر الرئيس اسقاط عمر اخر دليل، اسقاط عمر جميل جدا نتاع ترامب، جميل معناه وقت اللي يقرر الرئيس انتهى. انتهى، معناها سامحني يا اخي، قرار ترامب قال كلم انفانتينو، في بالك اللجنه اللي قررت رفع الورقه الحمراء قداش فيها من عضو؟ فيها 30 عضو، 30 من 30 دوله، منهم واحد من اللجنه اختارت، منهم واحد من تونس. صحيح ولا سيد؟ منهم واحد من تونس. هل انه اجتمعوا وعملوا وتفاوضوا؟ انفانتينو كلمهم قال لهم الغيوها، كلمني ترامب قال الغيوها. شنو يا اخي، ماناش عايشين ما يقرر الرئيس. بقى اليوم كما قلت انا ديما ما نمشيش في نظريه راهو لجنه النزاعات هذه رئيس ارجنتيني لازم لا خطين تحت. شكون ما يحبش ميسي؟ كلنا نحبوا ميسي، مش هذا الموضوع. اما انا نحب ميسي، مش نطلع ميسي على حساب حقوق الناس الاخرين. صحيح ميسي والارجنتين يبيعوا، مصر جايه من تالي مع الاسف، ومع الاسف اللي وقعونا الكل مع فرق عربيه، وربي يستر المغرب غدوه، وربي يسترنا المغرب غدوه. نعاودوا غدوه تو نعاودوا نقولوا مؤامره. ان شاء الله لا، ان شاء الله لا، ما زال عندنا حد. شكرا جزيلا الكابتن هيثم شعبان المدرب المصري، وكل التوفيق لك في مسيرتك التدريبيه. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تركيا. انهي الحديث على مباراه مصر والارجنتين وما طالها من شكل فني وجدلي وتحكيمي، وانتقل بسؤال واحد وبسيط وصريح حول المباراه الاخرى. درنا عنوان لمباراه كولومبيا وسويسرا او سويسرا وكولومبيا. هذه المباراه بين سويسرا وكولومبيا كأنها مباراة هاربة من دور المجموعات للمونديال. هاربة اللي رقدنا الناس كل فراش بعد ما عشناها مع مقابلة مصر والانفعالات والأحاسيس وغيرها. لازم يجيب لك بيليه ومارادونا يلعبوا باش نجم تتفرج. سويسرا وكولومبيا الحقيقة مقابلة غلب عليها النعاس وانتهت بضربات الجزاء، والصباح فقنا اللي راهو سويسرا هي اللي ترشحت. الحقيقه مقابله تبغي نحكي لك على ممله، مش ممله، مش عنوان اكثر من ممله معناها. يا حظ الارجنتين باللي جاي. لا بالطبع، مقابله الارجنتين ومصر خلتنا نعيشوا في عالم اخر، نعيشوا معناها مقابله فيها كلها احاسيس. المهم سويسرا ترشحت لاول مره من عام 54 معناها صحيح توصل. كولومبيا فريق الحقيقه ممتاز، عجبني برشا، وكان الاكثر قربا للتأهل لولا ظروف المباراة وطريقة سويسرا اللي أنا شفتها أكثر منتخب ما بيش نقول بارد لكن ممل. لا يلعب لا يخليك تلعب. لا سويسرا ساعة تدور بالعكس بالخلاف معناها. لا توا نجدوا انفانتينو يمشي وهذا تو يقول لنا شكون النهائي، وحقنا طلبنا انفانتينو. لا خلاص المباراة الجاية الأرجنتين وسويسرا ما فيش اتهامات، مباراة سهلة وبسيطة رغم اللي انفانتينو عنده عرق سويسري. ما يمشي يتخلى عن الجنسية، ما يخلوش، المفروض يخش فيها المباراة الجنسية نتاعو. على كل كانت مقابلة أخرى، ولكن الحقيقة ما نظنش كان الناس تبعتها باستثناء السويسريين والكولومبيين. طيب أنا بنبدأ معك أنت في المحور الجاي باش بعدين ناخذ رأي جمال احنا فوضناه على مباراة سويسرا وكولومبيا. أصلا هي المباراة ولا رأي ما تستحق.
والله ما تستحقك تلميكي، والله حرام نضيع على الوقت. هو ركب وهذا يتفرش من بلدون، هذا انت يحكي على سويسرا، هذا يخص شويه مع جوكوفيتش وذا يحلم بالفرنسا والحكم. بقى اسمع، عندي ليك رد والله يبعثوا لي احد المتتبعين الاوفياء لمساء المونديال، قال لي اليوم يجب مواجهه فتحي المولدي وجاتوزو. جاتوزو قال ظلمت اوروبا بمنح كراسي لافريقيا زايده، اليوم جاتوزو يقول لك 8 في منهم 6 من اوروبا وافريقي واحد منتخب افريقي، شو رايك؟ لا افريقي واحد، احنا كنا نجم نكونوا 2، ولكن اي 6 منهم ما يثبتش على الاخرين. امريكا ما يثبتش على اسيا، مركز معانا هذا جاتوزو عنده مركب فعلا. لا عنده، شوف النوع هذا النوع من العنصريه. صحيح. هذا النوع من العنصريه اللي انت مش قادر عليه، تحب تحرمنا منه. معناها حرام عليكم، حلال عليكم، حرام علينا. انا نعتبر وانه جاتوزو بالعكس كي يتفرج والله. شوف يا عبدو، نتفرج في مقابله مصر والارجنتين، قلت ان شاء الله جاتوزو يتفرج باش يشوف مستوى الكره العربيه الافريقيه وين وصل. شكون قادر على الارجنتين بطل العالم باش يوصلها الى الدقيقه 79 وينتصر عليها لولا امور هامشيه. دوافع التصريح عنصريه لا محاله. لا، انا نعتبر وانه جاتوزو لو شاهد مقابله مصر والارجنتين ينظر نفسه في المرايه يحشم على روحه. جمال، الحديث اليوم عن المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع النهائي والنظر إليها بشكل عام. تصريحات من غير تصريح جاتوزو، تصريح مورينو الذي قال بأن الدوري أو كأس العالم سينطلق بعد الدور ال16 وهذا ما سأتابعه. هل هذا المرضي بالنسبة لمورينيو وغيره من منتظري كأس العالم بعد الدور ال16 وهو ما فيش لا البرازيل لا البرتغال لا ألمانيا؟ هذا دور ال16 اللي تبوه من المونديال. هذا كلام الاستهلاك، لانه فعلا في دور 16 كانت مباريات كبيره ايضا، مباراه الراس الاخضر والمنتخب دور 32 كانت ايضا مباريات كبيره جدا، المغرب هولندا، الراس الاخضر والمنتخب الارجنتين. فهذه النظره التحقيريه احيانا يعني يجب لا نتوقف عندها كثيرا، لانه في كل دور هناك مباريات كبيره جدا. تابعنا ايضا مباراه المنتخب الارجنتيني مع المنتخب المصري، مباراه اسبانيا والبرتغال، ولكن يعني اسماء كبيره جدا حتى لو لم يرتقي المستوى الى الاداء المنتظر، ولكن مباراه كبيره جدا. ففي النهايه يعني 8 منتخبات في الدور ربع نهائي فيها الكثير من القراءات. اولا 4 منتخبات من مونديال 2022 ما زالت حاضره اليوم، يعني في مونديال 2026 الامر يتعلق يعني بالمغرب وفرنسا ومنتخب الارجنتين، ف4 منتخبات وفرنسا ايضا، ف4 منتخبات حافظت على تواجدها. 4 منتخبات يعني جديده اليوم يعني تحضر في الدور الربع النهائي. هذا يعطيك مؤشر على استمراريه بعض المنتخبات، ايضا الطريق الصعبه اللي كانت ايضا لبعض المنتخبات اللي ايضا كان ممكن ان تتواجد يعني في الدور ربع النهائي، كما هو الشأن مثلا بالنسبه لمنتخب هولندا او كرواتيا والبرتغال، لانه كانوا في طريق صعب جدا. بالتالي يعني مساحه التنافس يعني زادت، وهناك ايضا منتخبات يمكن ان توجد لنفسها ايضا مكانه في الدور الربع النهائي. لكن السؤال الاكبر انه الحضور يعني 6 منتخبات من القاره الاوروبيه، منتخب من افريقيا ومنتخب من امريكا الجنوبيه، يعني غياب منتخبات اسيا، تراجع حضور منتخبات امريكا الجنوبيه في ظل يعني اقصاء البرازيل وفي ظل ايضا اقصاء كولومبيا، وتراجع ايضا منتخب الاوروغواي الذي لم يعد يقدم نفس المستويات التي كان يقدمها في السابق. بمعنى اننا امام خريطه تتشكل من جديد بالنسبه للخريطه خروج الدول المضيفه متوقع، يعني هذا اقصى ما يمكن ان تصل اليه. لكن نادر، نبي نسالك اليوم مونديال وصلوا فيه ال8 هادو بشكل كبير، هل تتوقع في مفاجآت جديدة؟ خاصة هناك من يرى خروج البرازيل وألمانيا والكثير من المنتخبات الأخرى، البرتغال وكرواتيا، يراها مفاجآت. بالنظر ل8 ما زال في مفاجآت، ولا الترشيحات الكبرى متاع فرنسا، المغرب، الأرجنتين، إسبانيا حتبقى هي الأقوى؟ صراحة لا أتوقع فيه مفاجآت من وجهة نظري. اللي ذكرتهم ال5 الكبار
الأربعة زائد المغرب بخبرة المونديال الماضي أعتقد حينحصر مع هذه المنتخبات. ما يملكه من مخزون ولاعبين ينشطوا في دوريات كبرى هو اللي يعزز موقف الفرق، لأن كرة القدم باش توصل لنهائي ونص نهائي كأس العالم لازم يكون عندك حضور فني، حضور ذهني، حضور بدني، 3 العوامل هما يملكوها الأربع المنتخبات الكبيرة اللي لاعبيها ينشطوا في أعلى مستويات كرة قدم ويلعبوا في أدوار متقدمة من الشامبيونز ليج.